هو برضو اللي خلاه يأسس هذه المدرسة عشان ينشر الفكر المسيحي. رب المجد يسوع استخدم يعقوب أخو يوحنا، وهو يعتبر أول شهيد، وهو برضو اللي يستخدم يوحنا آخر شهيد في المسيحية اللي استشهد في القرن الثاني الميلادي. هو برضو اللي استخدم بطرس الصخرة. كل دي دروس. حتى يونان لما كان في السفينة ورمي في بطن الحوت، يعني يا رب مش عايز تنقذني في أول يوم؟ ده أنت استنيت عليا وانتظرت أول يوم وتاني يوم وتالت يوم. ده حتى يونان في سفر يونان طلب من رب المجد يسوع يا إما ينقذه يا إما يموته. جات له حالة من الديبريشن، اكتئاب. يا إما تنقذني يا إما تموتني، ليه بتعمل فيا كده؟ وبعد 3 أيام يرمى على الشاطئ. عشان كده المسيح في تجسده ويقول: كما كان يونان في بطن الحوت لمدة 3 أيام. يعني يا رب حتى لما كان كلامك مع التلاميذ ما كانوش فاهمين، فيقول لهم: لا، مش هتفهموا الوقت، سوف تفهمون فيما بعد. هتحدث عملية الفهم فيما بعد، مش دلوقتي. ستنالون الفهم فيما بعد، مش دلوقتي. هتفهم بعدين اللي بيحصل. خطة بتتم. كل اللي بيحصل للتلاميذ ما كانوش فاهمين اللي بيتم، ما كانوش فاهمين اللي بيحصل ايه، وقال لهم: سوف تفهمون فيما بعد. لأنه كإله بيتكلم بسلطان، ما كانوش فاهمينه. عايز يقول ايه؟ ما كانوش عارفين فكر الله ايه، خطته ايه اللي يحول الماء الى خمر في عرس قانا الجليل، ويتحدث الى العذراء مريم ويقول لها: يا امرأة، ساعتي لم تأتي بعد. وإذا تذهب إلى الخدام فتقول لهم: افعلوا ما يقول لكم. أي حاجة يقولها اعملوها. وإذا به يأمر، المعجزة الوحيدة اللي ما لمس فيها الخمر. ما وقفش وقال: بسلطاني حول الماء إلى خمر. ما قالش كده. ده قال لهم كده: املأوا جرات واسقوا منها. ما عليهم ان هم ملأوا الجرات بالمياه، وبعد كده تحول الماء الى خمر في عرس قانا الجليل. وهذه المعجزة الرائعة. إله، سلطان، بيتكلم بقوة، مش إنسان. لذلك تحدث إلى التلاميذ وقال لهم: أنا الذي اخترتكم، ليس أنتم الذين اخترتموني. مش أنتم اللي اخترتوني، أنا اخترتكم. أنا ليا رسالة وعايز أقولها للعالم. اللي كانوا بيضحكوا عليه في يوم من الأيام، اللي كانوا بيستهزئوا بيه في يوم من الأيام ويسخروا منه، ما كانش غني. حتى اللي حواليه، الجموع اللي حواليه اللي كانوا بيتلزقوا فيه، الجموع دول بيتقسموا إلى 3 أنواع من البشر. اللي هو كان
لما بيتحرك من مكان إلى آخر حواليه جموع، ودول هم الناس وطبيعة الناس وطبيعة جنس البشر إلى الآن. والجموع دول إيه هم؟ واحد، منهم من يريد أن يتعلم الكلمة. اثنين، منهم من يريد أن يحصل على أكل وشرب، عيش وسمك، يقربوا منه عشان يأكلوا وهو عارف. والنوع الثالث، النوع اللي هو عايز يقرب منه عشان يوقعه في الحديث، ناقد وضده في أي كلمة يقولها ضد تعاليمه. وكان يعلم رب المجد يسوع. هؤلاء هم 3 أنواع من البشر موجودين إلى الآن، اللي عايزين يقربوا منه عشان يأكلوا ويشربوا عيش وسمك، واللي عايزين يقربوا منه عشان يتعلموا الكلمة مبهورين بيه، اللي قلبهم قلب حجري، قلب لحمي، وعايزين يتعلموا الكلمة منهم، وهذه الكلمة حصلوا على الخلاص وتحولت حياتهم إلى حياة الإيمان وتبعوا رب المجد يسوع. النوع الثالث، النوع الشكاك، عايز ينقذ وخلاص، ولكن بسلطان رب المجد يسوع في إقامة 3 أنواع من الموتى، وده المعنى الروحي. الصبية التي كانت ابنة ييروس بكلمة منه: يا طبيصة قومي، يا صبية قومي، فقامت للحال. معناه الروحي أن هذه الصبية قد خلصت تماما من الخطية لكي تعيش وترجع إلى أحضان الكنيسة. جسمها سخن، الخطية في آخر مراحلها، وعندما فارقت روحها الحياة أصبحت في مرحلة نضج الخطية. الخطية نضجت، ولكن يظهر لنا رب المجد أنه بلمسة خاصة منه لأصابعها ويقول لها: يا طبيصة قومي، فقد تم خلاصها. المعجزة الخاصة بأليعازر، وهذا الشاب اللي روحه ذهبت إلى الحديث أو الهاوية في الخطية، بكلمة من سلطانه وبمجده وبقوته: هلم أليعازر خارجا، ويكون في اتحاد واندماج بين روحه وهذا الجسد، ويرجع أليعازر مرة أخرى إلى العالم ليتم خلاصه بسلطان رب المجد يسوع. وفي المعجزة الثالثة، وهي شفاء ابن أرملة نايين عند لمسه لهذا النعش، وتقف الجنازة ويأمر هذا الشاب: لك أيها الشاب، لك أقول قم، فيقوم. خلاصه من الخطية وخلاصه من ذهابه إلى الهاوية وإيمانه برب المجد يسوع. هذه المعجزات وهذا السلطان بيدل على أن المسيح هو الله، وأن المسيح هو الإله السرمدي الأبدي الذي هو الأول والآخر، البداية والنهاية، لكي يعلمنا نحن أنه توجد خطة. هذه الخطة إحنا مش فاهمينها الوقت، وزي ما قال للتلاميذ: ولكنكم ستفهمون فيما بعد. هنفهم
اللي بيحصل دلوقتي فيما بعدين هيتفهم وهيتم ايضاح كل ما يحدث الان لنكون مؤمنين اقوياء في الايمان. الرب يبارككم، وناتي الى نهايه هذه الحلقه. سلام المسيح معكم، شكرا، مع السلامه. في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها